أسعد الله أوقاتكم بكل خير والسلام عليكم. للحديث على مقابلة الفريق الوطني المغربي ضد منتخب الموزمبيق. هذه مقابلة من ناحية الطريقة ديال الأداء تقريبا تتشابه مع باقي المقابلات، وإن كانت شفنا فيها واحد نوع من التنظيم على مستوى إخراج الكرة، لأنه حتى الفريق الخصم ما خلقناش متاعب كبيرة بالنسبة للاعبين ديال الدفاع، وبالتالي كانت إخراج الكرة كان بسلاسة تتمر بساط الميدان. درنا محاولات، ما نهضرش على الجو العام لأن المقابلات لعبت بنفس الطريقة اللي لعبها في المباريات السابقة، ولكن هذه المقابلة عندها الخصوصية ديالها. أول حاجة هي أنه عندنا جوج ديال العناصر اللي أنا شخصيا رديت لهم بال. سايس اللي غاب تقريبا هذه اكثر من عام ونص، والعوده ديالو فيها اكثر من قراءه. القراءه اللي كاينه هي انه المدرب محتاج بشي لاعب عنده تجربه وعنده خبره، ولكن الخبره والتجربه ماشي بوحدها كافيه، ماشي بوحدها غتكفي. اللي تيخاص هو انه اللاعب يكون مهيئ بدنيا بشكل جيد، ويكون جاهز، ويكون في القمه ديال العطاء ديالو. هذه المقابله هي اولى ديالو. الحاجه الوحيده اللي يمكن الواحد يحكم عليها هو اللاعب كلاعب، حيت اللاعبين عاده لما توصل واحد السن وتيتوقفوا على اللاعب الوزن ديالهم تيكثر. اللي كاين هو انه سايس محافظ على الوزن ديالو، تيبان انه كان تيتهيئ وكان تيهيئ لهذه الفرصه هذه، واش تنتمناو. يعني كاين اللي يقول بانه كاين واحد النوع من البطء، لانه سايس ما عمره كان خفيف من نهار اللي كان هو هذا، يعني في اللعب ديالو تيبان بانه لاعب ماشي كما تقول ماشي رابيد، ولكن لاعب يعني تيعرف فين يوقف، فين يمشي، فين يجي. هذه مقام ماشي اللي تحكم عليه. دابا تنشوفوا سايس وتنتخيلوا سايس اللي كنا تعرفوا لاعب جيد وعنده امكانيات نتمنى على انه يعني المدرب يكون خرج بواحد الصوره على انه لاعب صالح ليه في وسط الدفاع، لانه وسط الدفاع تطلب لاعب عنده تجربه، يمكن تيبان حتى هو غير في الوقوف ديالو انه تيساهم في تنظيم اللاعبين، لان عكس انه يكون عندك جوج ديال اللاعبين خاص بجوج كل واحد يعني واحد خصو يعاون الاخر. سايس ممكن يسيرهم، وممكن انه يعرف كيفاش يدبر الامور على مستوى الدفاع، على مستوى اخراج الكره. يمكن لاحظنا حتى امرابط ما بقاش يمشي ياخذ الكره بشكل كبير من عند المدافعين كما كان، تيخلي سايس يدير هذه العمليه خصوصا عند التمرير على الكرات اما الجهه اليسرى او الجهه اليمنى. اذا كما قلت، كانت الاتجاه ديالنا عند سايس، وان كان سايس لم يختبر بشكل كبير، دار مقابله عاديه جدا لانه الخصم ما خلقناش بعض الفرص الا واحد الكره اللي كان بامكاننا تشكلنا خطوره داس بعيده عليه، ولكن ولا بد انه ما يمكنش تلعب مقابله بدون ما تجي حتى شي فرصه للتسجيل. ثانيا كان عندنا نشوفوا انس صلاح الدين، هذا اللاعب اللي جا يعني عاد التحق لاول مره بالفريق الوطني المغربي، اللي دخل كظهير ايسر وكان منتظر يلعب بشكل رسمي، لانه المدرب تيبان لي بانه هذا لاعب تقدر تكون عنده الاسبقيه في اخذ المكان ديال المزراوي اللي خدا المكان ديال اشرف حكيمي. والمزراوي في الدفاع الايمن كمدافع ايمن تيظهر لي بانه ادى مقابله مزيانه، تيهاجم. ما تنظنش نقول بانه يبقى في الجهه اليسرى وندخلوا لاعب اخر في الجهه اليمنى، لانه المزراوي في الجهه اليمنى تيكون دائما افضل. انه من حسن حظنا اننا عندنا لاعب بحال اشرف حكيمي، وانه من سوء حظه هو انه كاين اشرف حكيمي، ولكن الاقدار ان خلته يكون هو اللي يلعب الان في كظهير ايمن، ولاعب جيد يعني من ناحيه افتكاك الكره، اللعب ديالو ساهل، الكره ديالو نقيه ما فيها شيء، داك يعني داك الاصطدامات يلعب بشكل جيد. نتمنى انه حتى هو تبعد منه الاصابه، لانه بعد نوبه تجي داك الحالات اللي تخليه يتوقف عن المباريات. نتمنى انه يكمل معنا كاس افريقيا بشكل راقي. بالنسبه لانس صلاح الدين تيدير مقابله مزيانه، ما غنحكمش عليه في الجانب الدفاعي، ولكن اللي غنشوف غير الطريقه ديال استقبال الكره واخراجها والتمريره تيبان بانه اللاعب عنده امكانيات، باين عنده امكانيات، ما باينش بانه مخلوع ولا اول مقابله، علما بانه هادو لاعبين تيلعب معاهم لاول مره. ولكن حتى في الشوط الاول لاحظت بانه كاين واحد التنسيق كبير بينه وبين الزلزولي، لان شحال ما تلقى الزلزولي هو في يعني هو مقدم على الزلزولي، بمعنى انه كانوا فاهمين يعني الا غادي نسبقك انا غترجع انت من مورايا. وكان واحد نوع من التفاهم لا في الشوط الاول ولا في الشوط الثاني. يمكن في الشوط الاول مع الزلزولي كان افضل
من الشوط الثاني اللي دخل فيه اقاما للجهه اليسرى. اذا تيظهر لي بانه نعتبره بانه من الورقات الرابحه، ما نقولش هو يعني الظاهر الرسمي، هذه ما يديرها الا المدرب، ولكن نعطى صوره اللي هي صوره جيده. يعني ماشي شي واحد اللي نقولوا بانه دخل وتحس به مرتبك ولا ما عرف يعطي الكره ولا غير تيبعد الكره، لا، تيلعب الكره بطلاقه. عنده امكانيات حتى التخرج ديال الكره بعد دوبات تعطي ديك التمريرات اللي تدوز بين جوج ديال اللاعبين في الوسط في الجهه اليسرى. انا تيظهر لي بانه ورقه مهمه بالنسبه للفريق الوطني المغربي. هادو هما جوج ديال الاماكن. بالنسبه للتشكيله بصفه عامه، الا كنا غادي نلعبوا كاس افريقيا غدا ولا بعد غدا، هذه هي التشكيله اللي غتدخل. ماشي اللي تنقول انا، اللي تيقول المدرب، لان المدرب في هذه اللحظه هذه راه ما عندوش الوقت فين انه يبقى يقول لا شنو غندير. لا، هذه التشكيله اللي غتدخل. ونسبق الحديث على المقابله الجايه. المقابله الجايه راح حتى نشوف فيها فريق اللي ممكن يكون ايضا هو اللي غيلعب مباراه من المباريات. راه ماشي الوقت ديال انه غندخلوا جميع اللاعبين اللي ما لعبوش راه نشوفوهم، لا، حنا ما بقيناش نشوفوا اللعابه اللي حاضرين الان كلهم لاعبين يستحقوا يلعبوا، كلهم يدافعوا الالوان ديال الفريق الوطني المغربي. ولكن اللي غادي يدخلوا حنا تنشوفوا الان الفريق اللي غادي يلعب، ماشي اللاعب اللي غيلعب. اذا باش نشوف، يعني نشوف مثلا واحد التشكيله فيها مثلا واحد 4 من اللاعبين ولا 5 في المقابله ضد المنتخب الاوغندي، ضد اوغندا، ما تنظنش بانه غادي نشوفوا فريق اللي يتغير مثلا ما يلعبوش فيه 4 ديال اللاعبين. اذا المقابله الجايه خصنا نشوفوا ايضا فريق يمكن يدير تغييرات، ولكن ما غيديرش غير يبدل 6 ديال اللعابه. علاش؟ لان حنا بصدد تهيئ فريق لكاس افريقيا، ما بقاوش مقابلات. اذا خصنا نشوفوا يعني كنسميها نعطيو فرصه اللاعبين باش يقويوا الانسجام بيناتهم. باش نرجع لبعض الامور المرتبطه بهذه المقابله هذه، الهدف المبكر ديال أناحي بالهدف اللي سجل تيمكن انه تيكون تيقول لك بانه شوف انا عندي واحد الامكانيات كيفاش دايره على ذاك الهدف، غيمكن لك تدخلوا دائما. أناحي عنده امكانيات، ما نقولوش ما عندوش امكانيات، ولكن في مباريات اخرى ديال كاس افريقيا غنبغيو أناحي داك الطريقه باش سجل، او المستوى الكبير ديالو خصو يكون على امتداد المقابله بشيء كبير. صحيح ان هذه مباراه وديه، اللعابه تيكونوا خايفين، ما تيبغيوش يعني يديروا مجهود كبير جدا، خصوصا داك اللاعبين اللي تيكونوا عارفين راسهم لاعبين اساسيين. انما الطريقه باش تسجل الهدف ديالو ماشي لك اول هدف بداك الشكل، فتعطيك بانه انت عندك واحد اللاعب اللي المكانه ديالو يعني ماشي نقول لا تناقش، ولكن المكانه ديالو فهي يعني مؤكده. مع هذا الى واحد النهار كان يعني ما كانش شيء جاهز، راه كاين عندنا البدائل، والبدائل عندنا بشكل رائع. بالنسبه يعني اللاعبين الاخرين، عندي ملاحظه على دياز هاد الايامات. المستوى ديالو حتى في ريال مدريد ماشي هو دياز اللي تنعرفه في ريال مدريد. لما تيدخل تيلعب ماشي حتى الكره ديالو في ريال مدريد ما تتكونش عنده المبادره، تيلعب ولكن تيحاول ما يضيعش الكره، تيلعب الكره سهله، تشد الكره عطي تمريره. المراوغات ديالو في ريال مدريد تقريبا هذه المباريات الاخيره تتبعهم كاملين ما تيقلبش على المراوغه الا ضرب شي مره ولا جوج، وفي غالب الاحيان تضيع منه الكره. علاش؟ لانه يمكن تمر واحد الفتره ديال الفراغ في الفريق مع الفريق الوطني المغربي. حاول انه في هذه المقابله يدير داك الشيء اللي هرب منه، كانه كان بغى يسترجع داك الامكانيات ديال المبادره الفرديه اللي كانت تشكل القوه ديالو. دارها شي مره ولا جوج، خدا فيهم ضربه خطا، واللي في غالب الاحيان تضيع منه الكره. يمكن حتى في لحظه من اللحظات انه كان بامكانه يمرر داخل منطقه الجزاء وبغى يسجل هدف من زاويه مغلقه، وكان عنده الخيار انه يعطي الكره لجوج ولا 3 ديال اللاعبين. اذا هذا تيبين بانه اللاعب داخليا باغي يتحرر، باغي يسجل هدف، باغي يدير شي حاجه. اذا هاد الرغبه هذه نتمنى انه يمكن المقابله الجايه خصو يدخل باش يبحث له على يلقى راسو، لانه يمكن الان دياز باقي ما لقاش يعني كنقولوا ما لقاش راسو، لانه دياز النهار اللي جا النهار الاول او الايامات الاولى اللي شفناه مع الفريق الوطني كان المرض ديالو مستوى عالي وعالي جدا. الان باقي نتمنى انه هذا الشيء اللي ما عندوش الان يستحضروا او يسترجعوا في المنافسات الافريقيه ديال كاس افريقيا. ونتمنى في المقابله القادمه ضد اوغندا انه يكون ايضا يعني المردود ديالو يكون افضل
على المستوى الجماعي. احنا صحيح انه القوه ديالو هي في العمليات الفرديه، الاختراقات داخل منطقه الجزاء غايبين، ولكن يحسب له انه اعطى تمريره ممتازه للكعبي اللي لعب اليوم. الكعبي ما كانش مع الكره، دار اللي عليه وان كان ضيع ضربه جزاء، ولكن ضربه جزاء يمكن يضيعوا. تيبقى جانب اخر اللي هو مرتبط بالملاحظه اللي عندي على جوج ديال اللاعبين تيدخلوا يعني في تغيير واحد. لما خرج الكعبي وزازو شكون دخل النصيري وايغامان. النصيري تنعرفوا قلب هجوم، ايغامان تيلعب قلب هجوم، ولكن اللي تلاحظ هو انه ايغامان كان في الجهه اليسرى، وايغامان في الجهه اليسرى المفروض بانه خصو يكون هو مثلا واحد اللي يقلب على التمريره الاخيره باش يعطي الكرات للمهاجمين. ايغامان باقي عنده الفكر ديالو انه خصو الكره يضربها الشبكه، علاش؟ انه هو مهاجم اوسط، جميع الكرات كان تيشدهم داخل منطقه الجزاء، وبالتالي حتى واحد الكره اللي سدد للمرمى راه ضربها هو في الجهه تقريبا يعني في الركن ديال منطقه الجزاء. هاد القضيه اللي ما عرفتش واش يلعب كجناح ايسر او تيدير جوج ديال اللاعبين. فاللي بان ليا بانه ايغامان تيلعب في الجهه اليسرى وتيلعب حدا تيدخل دائما هو النصيري. هاد التوليفه ديال هاد الجوج اللي باقي ما فهمتهاش. الا تيلعب في الجهه اليسرى علما بانه حنا عندنا بزاف اللي يلعبوا في الجهه اليسرى، كاين رحيمي، كاين بن صغير، كاين بزاف ديال اللعابه اللي يلعبوا في الجهه اليسرى. ماشي ايغامان حيت عنده واحد ربي عطاه واحد القوه تبارك الله، انك يمكن له يقذف قذفه قويه بدون ما يدير حتى خطوه داخل منطقه الجزاء، بامكانه يشد الكره ويدير كما تنسميوها حنايا داك الكوفيرتور دو بال، يعني انه يحرص الكره بشكل عنده هذا التفوق. فتيضل خصنا نستغلوه داخل منطقه الجزاء اكثر من اللي نستغلوه بعيد من منطقه الجزاء في جهه الشر كما وقع في هذه المقابله هذه. على العموم هذه مباريات وديه، حنا تنتمناو انه في كاس افريقيا غنشوفوا مباريات اخرى وغنشوفوا فريق اخر وغنشوفوا مستويات اخرى، لان لعبوا مع فرق اخرى حتى ولو تلعب مع فريق كيف ما كان. لان اليوم الموزمبيق خاسرين وما واخدينش المبادره. الا كنا لاعبين مع القمر وكنا رابحينهم غيقلبوا على التعادل، ولا يقلبوا على التعادل غيخليو لنا مساحات يمكن نلعبوا كره القدم، وممكن الفريق ديالنا يظهر بوجه افضل من اللي شاهدنا في هذه المقابلات كاملين اللي تلعبوا فيهم مع فرق اللي تلعبوا كلهم من اجل الدفاع. العموم مقابله وديه ربحناها، هي امتداد المقابلات السابقه. نتمنوا انه في المقابله القادمه نقدموا عرض اللي يخلي الجمهور المغربي لما تجي كاس افريقيا نكونوا عندنا الثقه التامه في الدفاع ديالنا، في وسط الميدان ديالنا، في الخط الامامي وفي الفريق ككل، ونثقوا في الفريق الوطني المغربي ونتمنوا له التوفيق، ودائما التوفيق للفريق الوطني. شكرا لكم.